طريقة عمل عروسة من الكيك. العروسة دي بنزين بيها الكيك، هزين بيها كيكة ميلاد سارة من فوق بإذن الله إن شاء الله تطلع حلوة. كل اللي هنحتاجه هنا، عندنا هنا نشا لفرد عجينة السكر، عندنا هنا كب كيكس، عندنا 2 هنا دي كيك اسفنجي، وعندنا مقص، عندنا هنا قاعدة للشغل اللي هنشتغله، وعندنا هنا عروسة جميلة صغنطوطة كده وقصيرة زي سارة، وعندنا هنا بتاع ده عشان نفرد بيه. فهنشوف دلوقتي هنعمل ايه بالظبط ان شاء الله باذن الله. نعمل شغل حلو ويظبط معانا الفستان بتاع العروسة، هنلبسها فستان من عجينة السكر. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها هنا، عندنا العروسة شعرها جميل كده وعاملة ضفيرتين. هنمسك العروسة بالشكل ده ونلم شعرها، وبنجيب سلوفان ونغطي راسها بالشكل ده عشان ما يتوسخش واحنا بنعمل الشغل بتاعنا. دلوقتي هنجيب الكب كيك زي ما هو عندنا كده بالشكل ده، هنقسم كل واحدة من الكب كيك ده نصين بسكينة الكيك بالشكل ده. هنقسم التانية دي كمان بالشكل ده. دلوقتي هنجيب عجينة الزبدة بالسباتولا اللي عندنا دي بناخد حتة صغيرة كده تحت كأننا بنعمل تورتايه بالشكل ده. دلوقتي هنجيب الحتة دي كده وهنحط برضو كريمة الزبدة بالشكل ده. بنجيب الكبيرة التانية دي كده وبرضو نحط كريمة زبدة دلوقتي بنجيب بنغطيها بالشكل ده كده، او ممكن دي ما نغطيهاش برضو نخليها كده ونحط كريمة زبدة دلوقتي نيجي لدي بقى نحطها على الوش بتاعها، او يعني نخلي الظهر فوق. ممكن نحط فيها برضو كريمة زبدة بالشكل ده. دلوقتي بعد ما عملنا الكيك بقى عندنا بالشكل ده هنحطه على جنب. انا كنت نسيت اقول لكم اني ارفع ايد العروسة كده، ونيجي من عند رجل العروسة بنجيب برضو سلوفان
بالشكل ده، وبنغلف رجليها كده. بنغلف رجليها بالطريقة دي عشان نقدر ندخلها في الكيك. دلوقتي احنا عايزين ندخل العروسة لحد لحد كده الوسط بتاعها. بناخد الكيك بالشكل ده، بنعمل زي حفرة يعني، ونبدأ نشيل منها بالشكل ده. دلوقتي ممكن عشان عروستنا قصيرة نقدر ندخلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. دخلت العروسة لحد وسطها. هنا انا نسيت حاجة طبعا، قبل ما ادخل العروسة كان المفروض اني يعني اغلف جسمها من فوق، بس انا دلوقتي شفت يعني المقاس انه مظبوط. بنحط دي على جنب، وهنبدأ نفرد عجينة السكر عشان نغلف الفستان العروسة من الجزء العلوي من العروسة من فوق، وهنشوف دلوقتي. هناخد هنا جزء من عجينة السكر، هي لسه طالعة من التلاجة، ممكن نمشيها شوية كده. هنا عندنا نشا، ممكن نستخدم نشا عشان نفرد عجينة السكر، وممكن نستخدم سكر بودرة، وممكن نستخدم اللي هي السمن النباتي اللي استخدمناها في عجينة السكر. بنحط هنا شوية نشا، وبنحط العجينة كده، وبالنشابة بنبدأ نفرد. دلوقتي فردنا العجينة بالشكل ده. هنبدأ اننا نشوف. هنا عندنا وسط العروسة صغير قوي، ممكن ناخد حتة مستطيلة كده، بنحطها على العروسة بالشكل ده. ممكن نصغرها شوية، وبنلزقها على العروسة بالشكل ده. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ازاي بنلزق عجينة السكر. عجينة السكر ممكن نلزقها كده، او ممكن اننا نحط شوية مية بسكر بودرة. مش محتاجين نجيب الصمغ او اي حاجة تانية، هو بالطريقة دي بكل سهولة وخلاص بالشكل ده. ممكن هنا بسكينة كده صغيرة بنحب اننا نعمل للفستان شكل كده، غير انه فستان عادي يعني. زي ما انتوا شايفين الفستان بقى كده
شكله. دلوقتي هنشيل الزوايد دي، طبعا هنستخدمها مش بنرميها، ما بنرميش اي حاجة خالص من عجينة السكر، احنا اصلا تعبنا واحنا بنعملها، فطبيعي انه ما نرميهاش يعني. انا هجيب هنا القطاعة بتاعتي، هشتغل عليها كده. عندنا الكيك بالشكل ده. دلوقتي بندخل العروسة لحد ما نحس انها كده تمام. دلوقتي بقى بسكينة برضو بنشوف الفستان هينزل ازاي. اي زيادات كده بنقطعها. بالشكل ده. طبعا هنا عندنا دي كبيرة كده كده تمام. الفستان اتظبط عندنا. هنبدأ دلوقتي بكريمة الزبدة نغلف العروسة. دلوقتي بعد ما طلعنا العروسة من التلاجة هتبقى بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ دلوقتي هنبدأ اننا نغلفها بعجينة السكر الحمراء. بناخد شوية برضو بنحطهم على النشابة كده. بنفرد بالشكل ده بنخلي العجينة تاخد سكر. بنحركها كل شوية الحركة دي ليه؟ عشان نتأكد انها ما لزقتش معانا. وبنلف وناخد شوية سكر كده. تقريبا عندنا العجينة دي تكفي انها تغلف الفستان كله. بنجيب دلوقتي العروسة بالشكل ده ونبدأ اننا نلزق العجينة. نحاول نغلف العروسة بالفستان بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا الزيادة اللي فوق دي هنقصها. بس نلزق كويس كده. دلوقتي الزيادة دي بنشيلها بالشكل ده.
الفستان بقى عندنا بالشكل ده. الخشب ده في الفستان كأنه الفستان ليه كورنيشة كده. استخدم السبرينكلز ده اللي هو القلوب البيضة دي مثلا، ننطورها على الفستان. بنغرسها كده في عجينة السكر بالشكل ده.